بيرجع زيزو وبيشوط واحدة بس ما تظبطش معاه وبتطلع في السماء. علي علوان بيحط واحدة ار2 اجمد من بتاعة يزن النعمات، بس بتيجي في العارضة وبتخبط في القائم التاني وبتنزل على الارض، وتقنية الفار بتقول مش جول. حرفيا دي من اجمد المباريات اللي شفتها للاردن فعلا. المهم مروان حمدي بيعدي وبيلعب كرة لمصطفى فتحي اللي بيحطها بشكل حلو بس بيطلعها على الحارس. زيزو بيرجع وبيعمل عرضية بالمقاس لمروان حمدي اللي بيحط كرة في ال90 براسه في مرمى منتخب الاردن، والنتيجة بترجع 1-1، والمباراة فيها كمية اثارة اوقات ما بنشوفهاش في ماتشات في كاس العالم. والشوط الاول بيخلص 1-1، وشكلنا كده مع موعد مع شوط تاني ناري. وبيبدأ الشوط التاني ومصر المرة دي هي اللي بتبدأ بالتهديد، وفرصة غريبة بيضيعها حسين فيصل بعد ما بتعدي الكرة من بين رجليه. يزن النعمات بيرد بكرة خطيرة قوي بعد ما رقص الاول وحطها بصراحة حلوة قوي بس بتخرج جنب القائم. زيزو عاوز يخدع الحارس وبيحط كرة خطيرة فوق العارضة. السولية بيحط كرة بالمقاس